تعالوا نحضر مع بعض البسكوت بمقادير مظبوطة جدا وهيطلع معاكي في منتهى الجمال، سواء هتشكلي بالمكنة او بالقمع. هقولك على المقادير المظبوطة اللي تطلعوا معاكي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بسكوتة خفيفة جدا وهشة. هنحضره كمان بالسمنة، وهقولك على كل البدايل وحل كل المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتحضري البسكوت. نصلي على النبي كتير في التعليقات. هقولك كمان على المقادير المظبوطة لو هتشكلي بالقمع او هنشكل بالمكنة، خصوصا في فصل الشتاء. فالشغل في النواعم بيكون جميل جدا يا بنات، لكن بيختلف شوية عن فصل الصيف. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. انا هشتغل النهاردة ب2 كيلو من الدقيق. 2 كيلو من الدقيق لهم 4 كوبايات من السكر البودر و3 كوبايات من السمنة. انا هستعمل النهاردة 4 حبايات من البيض لكل كيلو دقيق. هحضر البسكوت بتاعي بريحة جوزة الهند، فهضيف جوزة الهند المطحونة. لو هتحضري بالبرتقال هقولك على كل البدايل واحنا شغالين. كمان هضيف معلقتين لكل كيلو دقيق من الكاستر، كده بيفرق جدا في اللون يا بنات وفي الهشاشة بتاعت البسكوت. اول حاجة هنحضر المكونات الجافة بتاعتنا اللي هما 2 كيلو دقيق نخلناهم. نزلت عليهم ببشر جوزة الهند 4 معالق لل2 كيلو دقيق، ونزلت عليهم كمان بمعلقتين من البيكنج باودر. مش هستعمل نشادر، هكتفي بالمعلقتين دول. هنزل عليهم كمان بنص معلقة صغيرة من الملح. كده المقادير الجافة بتاعتي جاهزة. الدقيق اللي انا مستعملاه دقيق جميع الاستعمالات. اهم حاجة الدقيق بتاعك يكون استخراج 72%. السمنة بتاعتنا بدرجة حرارة المطبخ ما ينفعش تكون سخنة. لو حابة تعايري بالكوباية ممكن تسيحي السمنة وتعايري الكوبايات بتاعتك وتدخليها التلاجة نص ساعة. السكر بتاعي انا طحناه في البيت يا بنات، ودول 4 كوبايات زي ما اتفقنا ل2 كيلو من الدقيق. كل كيلو دقيق بيحتاج كوباية ونص من السمنة. السمنة بالجرام، الكوباية العادية بتاعت الشاي بتكون 200 جرام. يعني انا مستعملة ل2 كيلو من الدقيق 600 جرام من السمنة. المرحلة دي اهم مرحلة، وهي اللي على اساسها البسكوت بتاعك بيكون هش وخفيف ولا ناشف وتقيل. وتغوطيه كده في الحيطة يرجعلك تاني. وهي ان انت تقلبي السكر مع السمنة كويس جدا بالمضرب اليدوي او بايدك. طبعا ايام زمان كانوا بيستعملوا ايديهم، لكن الوقت خلاص ما عادش فيه صحة، فانت بالمضرب الكهربي كده ابداي قلبي او بالمضرب اليدوي. بس هياخد معاكي فترة. عايزين القوام يكون كريمي، وكل فترة كده تنزلي الطروف بحيث ان ما يبقاش في اي تكتلات، والمقادير بتاعتنا او السكر والسمنة يندمجوا مع بعض ويبقوا كريمي بالشكل ده. هنزل بالبيض بتاعنا حباية حباية، وهبدل مع البيض والفانيليا. هستعمل 2 باكت فانيليا كبار، وهستعمل ريحة جوز الهند. طب انت هتحضري البسكوت بالبرتقال، فهتستبدلي جوز الهند ببشر برتقال، وهتستبدلي ريحة جوز الهند اللي انا مستعملاها بأسانس البرتقال او ريحة البرتقال. معلقة صغيرة كده لل2 كيلو يا بنات، ما تكتروش من الروايح عشان كترها بيمرر البسكوتة. هستعمل كوباية من اللبن الحليب ل2 كيلو من الدقيق. احنا في الشتاء يا بنات المقادير دي تنفع لو هتستعملي المكنة في التشكيل. كوباية بتكون مظبوطة جدا. لو هتستعملي القمع فالكل كيلو دقيق كوباية من اللبن الحليب او كوباية من عصير البرتقال. ده بس الفرق بين اللي انت هتحضريه بالقمع او بالمكنة. لو احنا في الصيف وهتستعملي القمع في التشكيل فمش هتضيفي كوباية من السوائل لكل الدقيق، لا كوباية الا ربع. لكن نص كوباية للكيلو فتنفع معاكي صيف وشتاء لو هنستعمل المكنة في التشكيل. كلها بتكون حاجات بسيطة كده، بس بتفرق جدا في القوام بتاع العجينة، بحيث ان انت تعرفي تتعاملي معاها لو هتستعملي القمع في التشكيل. تمام يا امارات، هو ده الفرق، بس ان انت بتزودي كمية السوائل. لكن المكنة بتشكلي بها عادي جدا. العجينة بتكون قاسية شوية، مفيش مشكلة. المقادير بتاعتك طول ما هي مظبوطة مفيش اي قلق. كيلو الدقيق ليه كوبايتين من السكر، كوباية ونص من السمنة. سواء بقى هتحضريه او هتعجنيه بالحليب او بعصير البرتقال، قلتلك على كل البدايل. وبعد ما بنخلط كل المكونات السائلة مع بعضها بننزل عليها بالدقيق اللي جهزناه، وبطراطيف صوابعك كده بتقلبي. مجرد ما الدقيق يندمج مع الخليط وما يبقاش له اي اثر،
ابدأي اختبري العجينة بتاعتك، خلاص ما عادش فيه تشققات، كده العجينة بتاعتك جاهزة للتشكيل. عمرها ما هتطرد السمنة وهتكون مظبوطة جدا. حسيتي ان هي قاسية زيادة عن اللزوم، خصوصا ان احنا في فصل الشتاء، ممكن تزودي معلقتين من اللبن او معلقتين من عصير البرتقال لو انت هتحضريه بالبرتقال. طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في امتصاص السوائل. خلاص كده العجينة بتاعتنا بقت جاهزة، غطيتها كده حوالي 5 دقايق لحد ما ربطت المكنة واشتغلت على طول يا بنات. العجينة ممتازة جدا جدا. مستعملين لكيلو الدقيق نص كوباية من اللبن الحليب. لو هتستعملي القمع تاني مش هتستعملي نص كوباية، هتستعملي كوباية من السوائل لكيلو الدقيق. العجينة هتكون طرية معاكي وتشكيلها هيكون سهل بالقمع يا بنات. تمام، خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة. التسوية على درجة حرارة 170 180، مشغلة الشواية مع الفرن. مجرد ما بياخد لون من تحت كده ممكن ترفعيه تحت الشواية شوية ياخد اللون الأحمر. أنا بحبه عن نفسي اللون اللي انتوا شايفينه ده يا بنات. البسكوتة بيكون فيها سنة قرمشة، مش ناشفة زيادة عن اللزوم. المقادير بتاعتنا مظبوطة جدا جدا. البسكوتة خفيفة كده ومفرغة من قلبها. 2 كيلو من الدقيق عملوا لنا حوالي 3 أو 4 كيلو بسكوت. الأسعار طبعا مبالغ فيها جدا السنة دي. أنا كل حاجة كنت محضراها قبلها بوقت. الدقيق مجهزاه، السمنة مجهزاها ميكس بين الزبدة والسمنة النباتي. حتى الروايح بتاع الكحك والبسكوت كنت محضراها في كرتونة رمضان. فكل ده بيندرج تحت اسم قناتنا توفير ست البيت. حضرنا نواعم العيد بدون اي تكلفة، يعتبر مجهزين كل حاجة قبلها بوقت. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو اول مرة تشوفوا القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات اللي هننزلها. ما تستخسروش اللايك في اختكم سوزان، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو امارات. دي كل الكمية اللي عملناها ما شاء الله اللهم بارك كده. مجرد ما تطلع من الفرن البسكوتة بتكون لسه طرية سنة يا بنات. بتسيبيها تهدى خالص او تبرد هتلاقيها قرمشت وبقت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. وحابة لون البسكوتة يكون احمر وبالجمال اللي انتوا شايفينه ده، سيبيها تحت الشواية دقيقة زيادة. لكن انا بحب البسكوتة يكون لونها فاتح كده يا بنات، فيها سنة قرمشة خفيفة وفي نفس الوقت مش قاسية. اللون ده بيكون حسب الفرن بتاعك وحسب انت بتحبي البسكوت شكله عامل ازاي. اهم حاجة المقادير بتاعتك تكون مظبوطة. انا ما سبتش البسكوت فترة يا بنات، انا بقيت اشكله وادخله الفرن على طول. البسكوتة عمرها ما هتفرش منك زي ما طلعناها من المكنة او زي ما شكلناها زي ما خرجناها من الفرن. يعني انا ما كنتش ببقى سايبة فراغات ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده في الصاج. الشغل في النواعم بيكون مختلف صيف عن شتا خالص، يعني مش نفس المقادير اللي بتستعملها في الصيف هي بتاعة الشتا، خصوصا لو هتشكلي بالقمع مش بالمكنة. وعشان نحفظ البسكوت فترة كبيرة وما يطراش معانا، في علب كده تكون محكمة الغلق او في كرتونة. هتجيبي الاكياس الكبيرة بتاعة العيش دي، تكون اكياس نظيفة، وهترصي البسكوت نفس الرصة اللي انتوا شايفينها دي يا بنات عشان ما يتكسرش، ويقفلي عليه. ممكن يفضل معاكي بالشهر والاتنين، ده طبعا على حسب الكمية. من اول حباية لاخر حباية هيكون فيها القرمشة وعمرها ما هتطرى معاكي. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. وكل سنة وانتم طيبين. قلبي مني ليكم يا احلى اخوات، ومع السلامة.